كل الناس كانت بتقول يا بخت أم محمود بولادها، لكن يوم ما وقعت في الشارع محدش فيهم جه ياخدها. السلام عليكم ورحمة الله. لو أول مرة تشوف القناة، قناة حكاوي من الشارع، يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. كل الناس في المنطقة كانت بتحسد أم محمود. أي حد يقابلها يقول لها يا بختك يا أم محمود، ربنا رزقك بأربع رجالة، كل واحد أحسن من التاني. كانت تضحك وتقول الحمد لله، ربنا ما ضيعش تعبي على الفاضي. لكن محدش كان يعرف إن الست دي وهي راجعة كل يوم من السوق، أول ما تقفل باب شقتها الصمت كان بيملى البيت. أم محمود كانت أرملة وهي عندها 38 سنة. جوزها مات فجأة وساب لها 4 ولاد. أكبرهم محمود كان عنده 13 سنة، وأصغرهم كان عادل في أولى ابتدائي. الناس كانت بتقول لها اتجوزي يا أم محمود، انت لسه صغيرة. كانت تقول لهم أنا مش هجيب حد يربي ولادي غيري. من اليوم ده بدأت رحلة التعب. كانت تشتغل في البيوت الصبح وترجع تطبخ وتغسل، وبالليل تقعد تخيط هدوم الجيران لحد الفجر. كانت ساعات تنام ساعتين أو 3 بس، لكن عمرها ما اشتكت. كل جنيه كانت بتحوشه عشان ولادها يتعلموا ويبقوا مستورين. وكانت دايما تقول أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير إن أنا أشوفهم مستورين ويتعلموا تعليم كويس. والسنين عدت وتعبها فعلا جاب نتيجة. محمود بقى مهندس، وسامح بقى دكتور، وكريم فتح شركة، وعادل سافر الخليج. وكانت أم محمود كل ما حد يسألها عنهم تقول بفخر الحمد لله، ربنا عوضني فيهم. في الأول كان كل يوم جمعة يتجمعوا عندها، كان البيت يضحك والسفرة تتملي والأحفاد يجروا في كل حتة. لكن سنة بعد سنة الدنيا اتغيرت. محمود بقى عنده شغل ومسؤوليات، وسامح حياته كلها في المستشفى، وكريم غرقان في شركته، وعادل طبعا في الغربة. وبقت كل مكالمة تنتهي بنفس الجملة معلش يا أمي مش قادر أجي، الأسبوع الجاي إن شاء الله. وأم محمود كانت ترد وهي بتضحك ولا يهمك يا ابني، ربنا يوفقك. وبعد ما تقفل التليفون كانت تبص حواليها وعينيها مدمعة، وتقول لنفسها معلش مش فاضيين مشغولين. وفي يوم عيد ميلادها نزلت تشتري تورته صغيرة لنفسها، وقالت لأصحاب المحل اكتب عليها كل سنة واحنا مع بعض. أم محمود رجعت البيت، طبخت الأكلات اللي بيحبوها، وحطت 4 أطباق و4 معالق و4 شوك و4 كوبايات، ولبست أحسن عباية عندها. الساعة بقت 7 محدش جه، دقت 8 محدش برضو جه. الساعة 9 رن التليفون، كان محمود. قال لها كل سنة وانت طيبة يا أمي، معلش يا أمي أنا عندي اجتماع ومش قادر أجي. بعدها سامح اتصل وقال لها نفس الكلمة، معلش يا أمي سامحيني عندي عملية مشغول مش قادر أجي. وبعدها كريم، وربنا يا أمي كنت جاي بس الشركة فيها مشكلة كبيرة ومش قادر أجي. وعادل من الخليج، إن شاء الله لما أنزل هقعد معاكي قعدة كبيرة ونعوض كل اللي فات. قفلت آخر مكالمة وبصت للتورتة، نفخت الشمعة لوحدها وشالتها في التلاجة، وقالت وهي بتحاول تضحك يمكن السنة الجاية. مر أسبوع، وفي يوم عادي جدا نزلت تشتري طلبات البيت، وهي راجعة حست بدوخة، وقعت في نص الشارع. الناس جريت عليها، واحد قال هاتوا تليفونها نتصل بولادها عشان يجوا ياخدوها. فتشوا في التليفون، أول اسم كان محمود، اتصلوا بيه مردش. سامح، اتصلوا بسامح كان في العمليات ومشغول. اتصلوا بكريم كان في اجتماع ومش فاضي. وعادل طبعا مسافر الخليج مش هيقدر يجي. واحد من الجيران قال ما ينفعش نستنى يا جماعة، يلا بينا نوديها المستشفى، ركبوها يلا العربية ويلا نوديها المستشفى. بعد حوالي 4 ساعات الولاد ال4 وصلوا، كل واحد فيهم كان مرعوب على أمه. ولما الدكتور خرج قال لهم الحمد لله لحقناها. الولاد وهم خارجين واحد من الجيران نداهم وقال لهم لو سمحتي ممكن دقيقة، عاوزة أقول لكم حاجة. قالوا له اتفضل.
أمكم عمرها ما اشتكت منكم، بالعكس كل يوم كانت تحكي عنكم وهي فخورة وبتدعي لكم. لكن تعرفوا، أنا ساكن جنبها بقالي 5 سنين، وعمري ما شفتكم قاعدين معاها ساعة كاملة. محدش رد. بصوله كده ومحدش رد، وكأنهم بيراجعوا نفسهم وبيفتكروا، وهم بيقولوا لها بكرة هحود عليك يا أمي، بكرة هكلمك، أنا مش فاضي دلوقتي. رجعت أم محمود البيت، وفي أول يوم جمعة بعدها الأربعة اتجمعوا، قعدوا على السفرة. لكن المرة دي محدش كان مستعجل، ومحدش كان بيبص في ساعته، ومحدش قال لها معلش مشغول مش فاضي. أم محمود بصت لهم وقالت لهم وهي بتضحك مالكم النهاردة فاضيين كلكم مش مشغولين؟ محمود مسك ايديها وبسها وقال لها لا يا أمي، احنا اللي كنا ضايعين، كنا فاكرين ان الفلوس ممكن تعوض وجودنا، ونسينا انك محتاجة تشوفينا مش بس تسمعي صوتنا. وسكتوا كلهم وبصوا لها وقالوا لها سامحينا. في نهاية الحلقة عايزة أقول لكم إحنا كل يوم بنجري ورا الشغل، ورا الفلوس، ورا المسؤوليات، وبنقول بكرة هعدي على أمي، بكرة هكلم أبويا، لكن محدش فينا ضامن إن بكرة ممكن يجي. يمكن أكتر حاجة هتندم عليها في حياتك مش فلوس ضاعت ولا شغل راح، لكن إنك كنت تقدر ساعة تقعد مع أمك أو أبوك واخترت تأجلها وقلت بكرة. لو الحكاية لمست قلبك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشارك الحكاية مع أي حد بتحبه، يمكن تكون سبب إنه يرفع التليفون دلوقتي ويكلم أمه أو أبوه قبل ما يفوت الأوان. وبلاش نقول بكرة. واشوفكم على خير مع الحكاية الجاية. سلام.